ذهب الملك جبريل عليه السلام بأوامر من الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نصف الليل، وقال له: يا رسول الله استعد، فأنت ضيف الله هذه الليلة. فقام النبي محمد ولبس أجمل الثياب للقاء الله، وخرج مع الملك جبريل، فرأى أمام بيته كائنا جميلا جدا عجيب الشكل لم ير مثله في حياته، وهذا الكائن العظيم يسمى البراق. أكبر وصف للبراق أنه يشبه الحصان، لكنه يملك أجنحة كبيرة يطير بها. وعندما رأى البراق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفض رأسه احتراما وتعظيما لخاتم النبيين والمرسلين، فقال جبريل: يا رسول الله اركب على البراق. فركب النبي محمد وركب معه جبريل، وانطلق البراق مسرعا بهما إلى المسجد الأقصى. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق في الحائط بجانب المسجد الأقصى، ثم دخل المسجد، فتعجب النبي محمد مما رآه، فقد رأى جميع الأنبياء والرسل يرحبون به داخل المسجد الأقصى. ويذكر أن عدد الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله 124,000، وكانوا جميعا هناك. فقدم الملك جبريل النبي محمدا ليؤم الأنبياء والرسل، فصلى بهم رسول الله، وصلت معهم الملائكة. وبعد انتهاء الصلاة عاد الأنبياء والرسل إلى أماكنهم في السماوات، ثم عاد النبي محمد وجبريل وركبا البراق مرة أخرى، وانطلقا في رحلة الإسراء والمعراج إلى السماء الدنيا، وهي أعظم رحلة في تاريخ النبوة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا طرق جبريل أبواب السماء، فسألت الملائكة: من معك يا جبريل؟ قال: معي رسول الله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. فرحبت الملائكة بالنبي وفتحوا أبواب السماء. وأول ما دخل النبي وجبريل إلى السماء رأى النبي آدم عليه السلام أبو البشر، فرحب آدم بالنبي وقال: مرحبا بك أيها الابن الصالح. فسلم النبي محمد على أبيه آدم. ثم رأى النبي في السماء الدنيا قوما يخرج من بطونهم ثعابين، فتساءل مما رأى وسأل جبريل: ما هذا يا جبريل؟ فقال جبريل: هؤلاء آكلوا الربا، هذا عذابهم في السماء الدنيا إلى أن تقوم الساعة. ثم انطلق النبي محمد وجبريل إلى السماء الثانية. انتظروا تكملة رحلة الإسراء والمعراج في الجزء الثاني. وفي التعليقات اكتبوا: اللهم صل على النبي محمد وعلى آله، تشهد لكم يوم القيامة. ذهب الملك جبريل عليه السلام بأوامر من الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نصف الليل، وقال له: يا رسول الله استعد، فأنت ضيف الله هذه الليلة. فقام النبي محمد ولبس أجمل الثياب للقاء الله، وخرج مع الملك جبريل، فرأى أمام بيته كائنا جميلا جدا عجيب الشكل